السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصدقائي كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى كاملين تكونوا بخير وعلى خير. معكم الشاب إبراهيم فلالي. اليوم غنقدم لكم واحد الكرواسون ديال رول نيويورك. إن شاء الله إلا تبعتوا معايا الفيديو حتى الآخر غتتبعوا الوصفة والطريقة إن شاء الله. متنساوش ديروا لايك والاشتراك في القناة باش يوصلكم ديما جديد. الناس اللي طلبوا لي هاد لي كرواسون هادي إن شاء الله تبعوا معايا الفيديو وتبعوا الوصفة مزيان. خليكم مع الفيديو. نبداو على الطريقة والمقادير بعدا هما الاولين. كما لاحظتوا معايا عندنا 450 غرام ديال لافارين، حليب 140 غرام، 120 غرام ديال الماء بارد، 60 غرام ديال السكر، العسل 20 غرام، الملحة 10 غرام، والزبدة مزيانة تكون مزيانة 50 غرام، والخميرة 30 غرام، خميرة معجونة. الطريقة كناخدو المكونات كاملين. الى الخميره يمكن لك دير الخميره، يمكن لك تخليها حتى الاخر. الى عندك لاباطور كتعجنها مده 10 دقائق ودير الخميره، ولا دير الخميره في الاول. المهم على حسب الاختيار ديالك، من احسن تخلي الخميره حتى الاخر. عندك ما عندكش لاباطور غتعجنها بيديك بحال هكا، غتخلي الخميره حتى الاخر حتى هي بحال بحال. غير تعجن مدة 10 دقائق. إلا عندك لاباطو عجانة غتعجنها بيديك، خصك تعجنها مزيان. ملي كنعجنوها مزيان كنضيفو ليها في التور، كنديرو ليها 450 غرام ديال الزبدة الطوريق، الزبدة مارغرين، اي نوع من مارغرين كديرها. صافي كنعجنوها مزيان تتعجن بحال هكا. هانتوما لاحظوا معايا عجنتها تا تعجنات مزيان بحال هكا. كتعجن الا غتصايبها في الدار كتعجنها بحال الا كتعجن الخبز، كتعجنها مزيان. هانتوما لاحظوا معايا ملي كنعجنوها مزيان كندخلوها الكونجيلاتور واحد نص ساعه ديال المكانه، تشد راسها شويه. كنديرها في البلاستيكه بحال هكا، وكندخلها كنسرحها باش تبرد دغيا واحد نص ساعه ديال المكانه. دابا كنضيف ليها 450 غرام ديال الزبده توريق. هانتوما لاحظوا معايا كندخل هذيك الزبده الوسط وكنسرحها بحال هكا بالرول بحال هكا. انا ندير ليها دوبل تور، خصنا ندير ليها 4 ديال لي تور. 4 ديال لي تور هو ندير ليه جوج مدوبلين، هما 4. ها كيفاش دير ليه 4 ديال لي تور مدوبلين بحال هكا. كتسرح العجينه مزيان، تسرحها طول تكون مقاده مزيان بحال هكا. هانتوما كطويه من هاد الجهه ومن هاد الجهه، وكنتلاقيهم في الوسط. كنلاقيهم في الوسط بحال هكا وكنطوي عاوتاني. هذا هو التور، جوج لي تور. دابا غندير ليه نفس التور عاوتاني. كنسرحوها مزيان. هانتوما طويتها من هاد الجي ومن هاد الجي كنتلاقيهم. دابا ساليت ليها التور. دابا درت ليها 4 ديال لي تور. صافي كنساليوها دابا. هانتوما لاحظوا معايا كنساليوها، كنسرحها عاوتاني نفس سميتو، ولكن ما كنطويهاش مازال، غير كنسرحها باش نروليها على حساب هانتوما كتلاحظوا معايا كنديرها بحال الاوريزان. كنروليها بحال هكا. نتوما لاحظوا معايا تكون مقاده مزيان. ونقطعوها على حساب لي سيركل اللي عندنا، ونروليها كيفاش غنروليها على حساب لي سيركل اللي عندنا. عاوتاني الا كانوا كبار نروليها تكون غليظه شويه.
الا كان لي سيركل ديالنا هانتوما لي سيركل اللي غندير درتهم ما تكونش العجينه عاوتاني طويتها بزاف تكون قد لي سيركل، لا نخلي ليها شويه في الوسط. هانتوما كتلاحظوا معايا باقي خليها فين تخمار، مازال تخليه فين تخمر. هانتوما لاحظوا معايا صافي. هانتوما كتلاحظوا معايا ملي خمرات زادات شويه، ملي كتخمر كناخدو سي لي بات او لا سي كات بابي الومنيوم بابي كويسون، كنديرها في الفوق وكندير فيها فوق منها الطاوة وكندخلها للفران. ملي كتخمر 160 درجة 150. وانتم لاحظوا معايا طيبة مزيان، كتكون الخاوية لداخل. صافي كناخد شي كيغدون ولا شي حاجة كنخويها لداخل، كنتقبها فين ندخل الكناش اولا الشوكولا. هانتوما لاحظوا معايا كتكون شوية خاوية لداخل، ما كتكونش عجينة بزاف فيا، كتكون خاوية لداخل. صافي كنعمروها مزيان بحال هكا بالكناش اولا على حسب الاختيار ديالك، باش ما بغيتي تعمرها بشي كريمه ديال بيستاج ولا كريمه ديال على حسب الاختيار ديالك، وتزوقها على هاد الشكل هذا. كتاخد الشوكولا كدير لها شي لوز هاشي وكدير ليها بحال هكا، كتزوقها على هاد الشكل هذا. وحاول تحطها في شي بلاصه اللي ما تكونش كدور، شي بلاصه اللي مرسيه فيها هي. وانتم لاحظوا معايا كتزوق على هاد الشكل، وتزوقها بالكناش ولا شي حاجه اللي مرتاح فيها ولا اللي عندك على حسب الاختيار ديالك. تزوقها بالشوكولا بيضاء ولا شوكولا كحله او فرومباس بحال هكا على حسب الاختيار ديالك. نتمنى تجربوا الطريقه ان شاء الله، وما تنساوش ديروا لايك وديروا ابوني في القناه باش يوصلكم ديما جديد ان شاء الله. ديروا الجرس باش يوصلكم ديما جديد ان شاء الله. مرحبا بكم في قناه ديال الشيف ابراهيم الفلالي، والصفحه فيسبوك ديال الشيف ابراهيم الفلالي، وانستغرام. مرحبا بكم وشكرا لكم. فيديو جاي ان شاء الله.